لو انت عايز تتعلم البريتش انجلش تابع معايا الفيديو ده للاخر، عشان في نهايه الفيديو لازم تكون اتعلمت حاجه في البريتش انجلش. ايه الاخبار يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر عادل من ذا بريتش انجلش، والفيديو ده هتتعلم تيبس ازاي تتكلم ببريتش اكسنت. طبعا لو انت كان عندك اكسنت مختلفه زي مثلا امريكان اكسنت، او مثلا بتتكلم بلوكو اكسنت، او اي نوع الاكسنت اللي انت بتتكلم بيها، في الفيديو دوت هقول لك على كام حاجه كده تخليك تغير الاكسنت بتاعتك بشكل تام. طبعا مبدئيا علشان تبدا تتكلم ببريتش اكسنت لازم اولا تبعد عن الكلمات الامريكان او المصطلحات الامريكان، علشان لو انت بتتكلم مثلا مع حد بريتش وبتستخدم مصطلحات او كلمات امريكان، هتبقى زي ما يكون ان انت عندك مشكله في الكلمات فبتلجأ للكلمات الامريكان. زي مثلا ان انا اقول rubbish بدل trash امريكان، rubbish بريتش. تاني حاجه واهم حاجه في البريتش اكسنت هي التي ساوند. طبعا في كذا نوع من التي ساوند في البريتش اكسنت هتتعلمهم دلوقتي حالا. بتبدا تنطق التي وتسترس عليها لما تيجي ما بين تو فاولز. ازاي يعني؟ يعني مثلا في الكلمه دي انت مثلا بتقول city. انا ستريسد على التي علشان جاي ما بين تو فاولز، الاي والواي، سيتي. وطبعا انت عشان لازم تبعد عن الامريكان اكسنت لان انت بتتعلم بريتش، فانت ما ينفعش تقولها دي زي ما بيقولوها في الامريكان، يعني ما بتقولش مثلا سيتي، ما ينفعش. وطبعا الشهيره جدا جدا هي الجلوتال تي، ان انت بتشيل التي وتعمل ساوند مختلف من يور ثروت، ان انت تعمل صوت تاني مختلف اللي هو تقول سي عادي جدا. بس حاول ما تكترش في الجلوتال تي، يعني حاول تلعب ما بين التي العاديه او الترو تي والجلوتال تي. زي مثلا في الاكزامبل دوت I went to the city with my friends. برضه في بعض الكلمات الشهيره جدا جدا واللي هي بتميز البريتش اكسنت عن الامريكان اكسنت، زي كلمه whatever او whatever. طبعا انت مش هتقول في الامريكان whatever، لا هتقول whatever او whatever، بتستخدم الجلوتال تي او الترو تي. طبعا الكلمه دي طبعا كلنا عارفينها، مش هقول طبعا water، لا هقول water. او لو عايز تقول water عادي جدا قول water برضه. طبعا في حاجات في الكونكتد سبيتش انت هتقابلها زي مثلا كلمه but it. لو انت مثلا بتتكلم بتقول مثلا جمله طويله وعايز مثلا تنقل لجمله تانية فبتقول but it. في البريتش انجلش بنستريس على دي but it. طبعا باختلاف الامريكان اكسنت بيقولوا but it. طبعا الامريكان اكسنت بتاعتي زيرو. زي مثلا في الاكزامبل دوت I did really like the food but it was so expensive. طبعا لازم تاخد بالك من الار بتنطق ار مش ر، ما تقولش ار، لا هي ار. طبعا الار في البريتش انجلش ما بننطقهاش لو هي جت بعديها كونسونانت، زي مثلا كلمه course، فانا مش بقول course، انا بقول course. كلمه برضو زي كلمه work او party، طبعا بتنطق الار لو جه بعدها فاول ساوند، يعني مثلا زي كلمه برنس او برايد. طبعا الشوا ساوند موجود في كل حته في البريتش انجلش كله، زي الكلمات اللي بتنتهي بحرف الار انت بتبدل الار دي بشوا ساوند، زي مثلا كلمه teacher، adventure، doctor، master. طبعا مش هتنسى الاو ساوند وده مهم جدا في البريتش انجلش. يعني مثلا كلمات زي دول هتقول مثلا hot، not، hot. البريتش انجلش طبعا يختلف عن الامريكان انجلش في الجزء دوت. في الامريكان هيقول not، انت هتقول not. hot، hot. حاول تسيب لي في الكومنتس اتعلمت قد ايه بريتش اكسنت في الفيديو دوت، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان الفيديوهات اللي جايه هتخليك تتكلم بالبريتش اكسنت.